40 سنة منحة تشيفنينج، كل سنة بتطلع أجيال وأجيال، وكل سنة من ال 40 سنة كانوا دايما الأسئلة بتوع تشيفنينج الأربعة الأساسيين اللي بيحددوا هل هتاخد المنحة أو لأ ثابتين. سؤال عن الليدرشيب أو المهارات القيادية، سؤال عن النتوركينج سكيلز أو إزاي تبني علاقات احترافية، اختياراتك عايز تدرس إيه في بريطانيا، في أنه جامعة واشمعنى في بريطانيا، وآخر سؤال دايما عن الفيوتشر كارير بلان، خطتك المستقبلية. كل سنة كانت الإجابة بتكون متمحورة في 500 كلمة كرد، بيدي لك مساحة ترد كل سؤال 500 كلمة في الرد. السنة دي الجديد إن هم قالوا لك لا، أنا عايزك ترد لي فقط في 300 كلمة لكل سؤال. وهنا مهم جدا تفهم إن ال 200 كلمة اللي اتشالوا دول هم ال 200 كلمة بتوع المقدمة. هم عايزين الإجابة تكون باختصار قصة واحدة بس. فالموضوع رسميا بقى أبسط، فعليا بقى أصعب، ومحتاج إن أنت تركز كويس جدا إيه القصة اللي هتلخص بيها مهاراتك في الأربع أجزاء اللي هم بيسألوك عليها. زي ما احنا شايفين في السؤال الأول مثلا الليدرشيب سكيلز، عايزين في 300 كلمة احكي لهم موقف واحد بس من خلال، وتوصف الموقف ده من خلال الأربع أسئلة الفرعية اللي مكتوبين. الموقف كان إيه؟ الأكشن اللي أنت عملته إيه؟ ايه النتيجة بتاعته؟ وازاي الموقف ده غير تفكيرك ووجهة نظرك وتطلعاتك من ناحية القيادة في شغلك. وهكذا بتنزل في بقية الأسئلة، كل سؤال عايز قصة واحدة بس والإجابة تكون عبارة عن 300 كلمة. الحاجة التانية الجديدة اللي السنة دي عملوها إن هتلاقي السؤال الثالث والرابع، وهي رسميا دي مش حاجة جديدة، كل سنة كان الموضوع ده موجود، بس كان بيعرفوا اللي فعلا بيخش في تفاصيل المنحة وبيدور فعليا هم عايزين يسمعوا إيه في الإجابات. السنة دي خلوه بشكل واضح وصريح، بيقول لك في السؤال الثالث والرابع لما هتتكلم انت ليه اخترت الكورس ده وليه عايز تدرس في بريطانيا وايه خططك المستقبليه، بيقول لك رجاء اربطها بالأولويات المعلنة لمنحة تشيفنينج أو بريطانيا على المستوى الدولي. الأولويات المعلنة لبريطانيا للتطوير على المستوى الدولي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني منحة تشيفنينج هي منحة مقدمة من الحكومة البريطانية، هي مش جمعية خيرية، تمام؟ هي في الآخر الحكومة البريطانية ليها بعض أولويات التطوير الدولي، في أولويات عامة على مستوى العالم وفي أولويات خاصة لكل دولة أو منطقة. فهو هنا كاتب لك وحاطط لك لينك، ادي الاولويات بالنسبه للحكومه البريطانيه للتطوير الدولي، وحاطط لك دايركت لينك. اول ما هتدوس عليه هيفتح لك هنا مجموعه اسئله، هتروح على السؤال الثالث تشوفه، هتلاقي هنا الاربع اولويات اللي بريطانيا حاليا مهتمه بيها على مستوى العالم. بيقول لك اربط لي اختياراتك وخططك المستقبليه، اربطها بالاربع اولويات دول. والحلو هنا ما تقلقش، هم مش اربع اولويات حاجه محدده قوي 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 قوي، لا لا خالص، هم اربع اولويات زي ما احنا شايفين، حاجات عامه وواسعه جدا جدا. فبالتالي انت ايا كان تخصصك بسهوله قوي تقدر تربطه بحاجه من الاربع اولويات دي. اي حاجه واي مجال انت بتتكلم فيه انت تامل للديفلوبمنت او التطوير فيه، فبالتالي هو انت عادي جدا تربط مثلا مجال الصحه، مجال الهندسه، او ايا كان supporting مثلا development for more inclusive and effective societies، انت عايز تطور المجال دوت داخل المجتمع. فدي حاجه سهله جدا ان انت تربطه بالاولويات دي. ولكن مهم عشان توضح لهم ايوه انا فهمت قصدكم، حاول تذكر في الاجابه بتاعتك كلمات صريحه من الاربع حاجات دول. يعني انت لازم تكتب مثلا ان دوت هيهلب تو بروموت جروث، تمام، مكتوب صريحة الكلمة، تمام، to build resilience، هو موجود صريحة الكلمة، انت بتقول لهم ايوه انا فاهم وقريت وهكتب اللي انتم عايزينه. الحاجة التانية اللي تركز فيها ودي تديك اكسترا بوينت كده وانت بتكتب، ان مش مجرد الاربع اولويات الدولية وخلاص، هي منحة تشيفنينج بتدي المنحة دي تقريبا اكتر من 140 دولة، فالحكومة البريطانية ليها بعض الاولويات الخاصة بكل دولة. فانت ببساطه لو رحت على جوجل، لو انت مثلا مصري وبتقدم من مصر، فانت رحت على جوجل وكتبت والله ايه هي البريوريتي المشتركه ما بين مصر وبريطانيا، فكتبت ببساطه UK Egypt priorities، تمام، اولويات مصر وبريطانيا، هتلاقي هنا على موقع الحكومه البريطانيه الرسمي في بيقول لك اليو كي ايجيبت البارتنرشيب، الشراكه اللي ما بين مصر وبريطانيا في التطوير او التنميه. هتلاقي هنا اربع اولويات بقى خاصين بمصر تحديدا، لان انت بتتكلم في مصر، الاربع اولويات مكتوبين عندك، هيبانوا اول ثلاثه منهم
شويه خاصين قوي. طب انا ماليش مثلا في حاجات المناخ، وماليش قوي في الايكونوميك او الاقتصاد، ولا ليا في حاجات السكيورتي والامن وكلام من ده. بص هنا رابع حاجه هي اللي بتفتح لك كل المجالات مفتوحه، الكونكشن. بريطانيا ومصر عايزين في هدف مشترك ما بينهم، انهم يبنوا شراكات دوليه في كافه المجالات. فبالتالي بسهوله جدا جدا ان انت تكتب في خططك المستقبليه انك بعد ما بتخلص منحه تشيفنينج عايز تبني تعاون دولي، او تربط المؤسسات اللي انت اشتغلت فيها في مصر وناوي تشتغل فيها في مصر ما بينها وما بين المؤسسات اللي هتبقى تتعرف على المؤسسات دي او تدرس فيها او تبني علاقات احترافيه معها اثناء دراستك في بريطانيا. فبالتالي دي تعتبر من احد البريورتيز ما بين مصر وبريطانيا. فبسهوله جدا انك تربط زي ما قلنا السؤالين الاخرانيين دول بالاولويات المشتركه. حاول ما تقعدش تتكلم بشكل عام قوي عن الاولويات دي، ركز الاسئله دي اسئله خاصه بيك انت واختياراتك انت والكورس اللي انت عايز تدرسه والخطه بتاعتك انت بس اثناء الكلام بتدخل موضوع الربط ما بين طموحاتك واحلامك وخططك وما بين الاولويات الموجوده او المشتركه ما بين بريطانيا ومصر. تاني الاربع اسئله دول من اهم الاسئله، وغالبا هم اللي بيحددوا على الاقل هل انت هتبقى شورت ليستد تشيفنينج ولا لا، وهل فعلا هتاخد المنحه ولا لا. اتمنى يكون الموضوع مفيد وفعلا يستحق ان انت تحاول فيه، بالتوفيق للجميع ان شاء الله.